بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائنا ضمن السلسلة الخاصة بالمستلزمات الطبية. النهارده نتكلم في موضوع في غاية الأهمية، موضوع قلما حد محتاجهوش، كلنا بنحتاجه، أو معنى أدق كلنا محتاجين نعرف معلومات عنه. موضوع شائع ما بيننا، ومش موضوع شائع يعني، هو مستلزم طبي كلنا بنستخدمه معنى أدق، قلما حد ما يكونش يستخدمه. عشان كده نتكلم عنه النهارده بشيء من الدقة والتحري، إنجاز التعبير. فكرة السرنجات، يعني فكرة السرنجات طبعا الناس كل مفهومها وكل معلومات عن السرنجات ان في مثلا سرنجات 3 سنتي، في 1 سنتي، في 5 سنتي، 3 سنتي، في مثلا في كبار اطفال، الكلام ده كلها معلومات عامة. لكن مدى اهمية المعلومات دهياتي وازاي نستفيد من المعلومات دهياتي، ده اللي نعرفه باذن الله سبحانه وتعالى في حلقتنا النهارده باذن الواحد الاحد. مبدئيا السرنجات عندنا تبدأ من 1 سنتي، بعد كده عندنا 3 سنتي، بعد كده عندنا 5 سنتي، بعد كده عندنا 10 سنتي، بعد كده 20 سنتي، بعد كده 50 سنتي. دي أبرز مقاسات السرنجات المنتشرة في السوق واللي بنستخدمها. بالنسبة للسرنجات 1 سنتي اللي هي دي بالشكل ده، دي سرنجة اسمها سرنجة 1 سنتي أو سرنجة الأنسولين. دي ليها استخدامين بارزين. مبدئيا عشان نعرف نفرق بينهم بين السرنجة دي والسرنجة دي، السرنجة البرتقاني دي سرنجة مستوردة، انسولين بس مستورده. السرنجه الثانيه دي برضو انسولين بس مصريه الدوليه. الاختلافات بينهم بس في طول الابره بس، لكن هما الاثنين يعني تم صناعتهم بتقنيه معينه ليستخدما في عمليتين او في مجالين. المجال الاول في حقن الانسولين، يعني حد ربنا عافينا واياكم حد عنده سكر وكده، وبالتالي الطبيب اوصاله باستخدام الانسولين، فبيستخدم السرنجه دي تحديدا اللي هي 1 سنتي سواء دي او دي لحقن الانسولين. ايه الاستخدام الثاني للابره الانسولين ده والابره 1 سنتي؟ لازم كذلك في بعض الامبولات اللي هي بتعمل نوع من انواع السيوله، امبول السيوله، حد عنده لا قدر الله نسبه تجلط، فبيستخدم برضو الامبوله دي او الامبوله دي او معنى ادق السرنجه دي او السرنجه دي لاعطاء الماده الفعاله اللي بتعمل نوع من انواع السيوله في حاله اصابه المريض بالتجلط. يبقى كده رقم 1 في السرنجات سرنجات الانسولين اللي هي دي، منها شكلين، الشكل المستورد اللي هو البرتقاني والشكل العادي اللي هو ده الدوليه. هما الاثنين دول يسمى سرنجات الانسولين، بيستخدم في اعطاء الانسولين او في اعطاء امبول يحتوي على ماده فعاله تعمل على سيوله الدم. ده رقم 1 في السرنجات. رقم 2 في السرنجات سرنجات 3 سنتي اللي هي بالشكل ده 3 سنتي. للعلم السرنجه دي للانسولين فيها 100 وحده، ال 100 وحده بيساوي 1 سنتي من السرنجه دي. السرنجه دي اللي احنا كلنا بنستخدمها اسمها 3 سنتي، في منها الكبار وفي منها الاطفال وفي منها الرضع. الفرق بينهم ازاي؟ الكبار الجزء اللي هو الابره نفسه ده بيبقى اللون الازرق، الاطفال بيبقى اللون الموف، الرضع بيبقى اللون الاصفر. يبقى الرضع بيبقى اللون الاصفر، الاطفال اللون الموف، الكبار اللون الازرق. 3 سم. في برضه شركات مختلفه بتنتج السرنجات، سواء كانت شركه مثلا الفتح او الامين او الدوليه، كلها شركات محترمه جدا. بس بصراحه انا برشح الدوليه، وكمان الامين حاليا بقت ما شاء الله عليها حاجه كويسه خالص. الامين الاول كان نقطه الضعف الوحيده في سرنجات الامين كانت فكره بتعمل تسبب الم شويه. المصنع نفسه او الشركه نفسها يعني فهمت حاجه زي كده وتعاملت معاها، وبالتالي بدات تنتج الفتره الاخيره سرنجات ما فيهاش او لا تسبب الالم. بعد كده النوع الثالث من السرنجات اللي هو ال 10 سم اللي هو بالشكل ده، بعد كده ال 20 سم اللي هو بالشكل ده اكبر شويه، بعد كده ال 50 سم اللي بالشكل ده، بص عامله ازاي كبيره جدا. ال 50 سم طبعا في منها نوعين، في نوع عادي وفي نوع ببوز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بص طول كده. طيب عشان برضو احنا كده عرفنا السرنجات 3 سم، في منها الاطفال والرضع والكبار، كبار ازرق، اطفال موف، رضع اصفر.
بعد كده خدنا السرنجات 10 سم 20 سم 50 سم. السرنجات 20 سم و10 سم بيستخدمها في موضوع تركيبات الادويه وكده وحل الادويه وكده. ال 50 سم بيستخدمها برضو في حل الادويه، زائد في استخدام كمان تاني للسرنجات ال 50 سم اللي بالذات اللي هي البوبوز، بيستخدم في عمليات التغذيه او الرايل. في حد مثلا تعبان جدا وما بياكلش بقاله فتره كبيره جدا وخلاص جسمه محتاج سعرات حراريه، جسمه محتاج مواد غذائيه معينه وما بياكلش، فبالتالي بنضطر نستخدم له التغذيه، سواء التغذيه عن طريق الفم، عن طريق انبوبه التغذيه، او عن طريق الحقن بالمحاليل عن طريق القسطره بتبقى القسطره زائد الكانيولا فيها كده بتركب في الجسم، وبنستخدم الانبول ده بنحقن بيه المواد الغذائيه دياتي في صوره محاليل من خلال القسطره تمر كحقن، او من خلال الانبوب بتحط في البق كده بالفم وبرضه بنحقنها بندخل فيها الماده الغذائيه من خلال السرنجه دي للانبوب. يبقى كده اتكلمنا على انواع السرنجات واستخدامها. 1 سم الانسولين بانواعه، 3 سم بانواعه، 10 سم و5 سم، نسينا نقول 5 سم كمان. وبعد كده اتكلمنا على 10 سم وال20 سم وال50 سم، واتكلمنا على استخدام ال50 سم، امتى نستخدم سرنجة 50 سم. هتكلم في نقطة أخيرة عن معلومتين مهمين جدا. النقطة الأولانية إيه الفرق بين السرنجات 5 سم والسرنجات 3 سم؟ ال5 سم لو كان حجم الأنبول كبير، المادة الفعالة في الأنبول مادة كبيرة جدا، والطبيب أوصى لتؤخذ في مرة واحدة، في الحالة دي مش هتكفيها للسرنجة 3 سم، فاضطر استخدم سرنجة 5 سم. طب المعلومة الثانية أو النقطة الثانية اللي مهمة جدا، ايه الفرق بين انواع السرنجات 3 سم؟ يعني مثلا 3 سم كبار، 3 سم اطفال، 3 سم رضع، كلهم 3 سم. ليه لما 3 سم ليه نوعها؟ في منها الاصفر اللي هو الرضع، والبنفسجي اللي هو الاطفال، والازرق اللي هو الكبار. ليه؟ اقول لكم ليه يا جماعه. ببساطه كل سرنجه من دول او كل مقاس من دول متصمم ومتركب بتقنيه تناسب حجم العضله. يعني السرنجه الازرق الكبار مناسبه لعضله كبيره، الاطفال اللي هي الموف مناسبه لعضله الاطفال، الرضع مناسبه لعضله الرضع. وبالتالي المعلومه الخاطئه اللي عند كثير من الناس، في حد بيجي لي مثلا كده، يجي لي مكتب عندي يقول لي يا استاذ خالد انا محتاج 10 سرنجات اطفال، وحد كبير اقول له محتاجه لحد يخصك طفل، يقول لي لا محتاجه ليا، اقول له طب ليه؟ طب ما تاخد الكبار. يقول لي لا، ما انا عشان بس سرنجتها هتبقى بالنسبه لي مش تألمني. كلام مش صحيح. لو الكبار استخدم السرنجه بتاعه الاطفال، هنا بالتالي السرنجه بتاعت الاطفال مصممه لعضله الطفل الصغيره، فلو استخدمناها مع عضله الحد كبير، الحجم الابره نفسها مش هيخش للعضله المراد حقن الماده الفعاله بيها، وبالتالي هيوصل للجلد بره، فبالتالي هيبقى نوع من انواع الخراج، يعمل خراج وكده، وهنضطر بعد كده بقى نعمل عمليه جراحيه نفضي الخراج وهكذا. طب ليه؟ احنا نستخدم كل سرنجه لكل عضله. كبار بنستخدم سرنجه كبار، اطفال سرنجه اطفال، رضع سرنجه رضع، لان كل سرنجه من دول مناسبه للعضله الشخص بتاعه. يعني مثلا اطفال هتبقى مصممه العضله بتاعته او السرنجه لهذه العضله، كبار مصممه لعضله الكبار، رضع لعضله الرضع، وهكذا. النقطه الثانيه المهمه اللي عايز اتكلم فيها او الثالثه، فكره يا ترى ممكن استخدم السرنجه اكتر من مره ولا مره واحده وارميها؟ علميا السرنجه اللي بتستخدم اكتر من مره بتبقى معرضه للبكتيريا والفطريات وحاجات الله المستعان، حاجات اللي نراها بالعين المجرده. كمان استخدام السرنجه مع اكتر من مره بيؤدي نفسه الابره نفسها يعني سمكها بيتغير واستواءها بيتغير، وبالتالي بتعمل تحدث الم شديد جدا للحاله. وفي الصوره زي ما انتم شايفين كده، نتيجه استخدام السرنجه اكتر من مره، شاف حجم الميكروبات والجراثيم والفطريات اللي بتصيبها، وبالتالي ممكن تسبب مشاكل للحاله. فالافضل احنا نستخدم سرنجه جديده مع كل مره، بعكس ما اتكلمنا قبل كده في موضوع ابر او سن اقل من الانسولين، وان ممكن نستخدم سن اقل من الانسولين اكتر من مره، لكن السرنج لا، يفضل نستخدمه مره واحده بس. بكده نكون لخصنا موضوعنا، ونكون طلعنا من حلقتنا النهارده ببعض المعلومات المهمه جدا. رقم 1، اختار نوع السرنجه الصح. حد طفل يستخدم سرنجه اطفال اللي لون الموف، حد رضع يستخدم سرنجه الرضع الاصفر، حد كبير يستخدم السرنجه اللي لونها ازرق الكبار، سرنجه 3 سم كبار، 3 سم اطفال، 3 سم رضع، لان كل سرنجه من دول مصممه لحجم العضله
معينه. ده رقم واحد استفدناه. رقم اتنين اللي احنا بنستخدم في سرنجة 50 اللي هي الحجم الكبير ده في حالة حد مثلا في الرايل عامل له حد ما بياكلش بقاله فترة جامدة جدا وعنده عيا شديد جدا، والدكتور اوصى اللي هو نعمل له تغذية وكده، سواء عن طريق انبوبة تغذية او عن طريق القسطرة، بحقن القسطرة عن طريق السرنجة دي. المعلومة الثالثة اللي احنا لازم برضو نستخدم السرنجة لحد كبير مرة واحدة بس في كل مره، ونحاول ما نكترش، ما نستخدمش سرنجه اكتر من مره، ده الافضل. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.